بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا إلى هذا البث المباشر الجديد. كما اتفقنا ووعدناكم بأننا سنخصصه للاقتطاعات ولبلاغ أو معطيات خرجت من الوزارة بخصوص التحضير لاستئناف الدراسة والدعم، والتي برمجت فيها أعادت فيها الجدولة ديال السنة، بحيث حسب ما راج تم إلغاء العطل البينية وتم تأجيل الدراسة إلى شهر 7 وبمعنى شهر يوليوز، وكذلك تم تقرير إمكانية إضافة ساعات في اليوم للتدريس والدعم، وكذلك إضافة ساعات ولو اقتضى ذلك التدريس يوم السبت ويوم الأحد. بمعنى الوزارة تستعد لما بعد الإضراب. مساء الخير، مساء النور الجميع، تحية للجميع وشكرا على الحضور وعلى التفاعل. ولهذا لاحظنا بأن الاقتطاع في الوقت الذي الوزارة تحضر لأشكال معينة من الدعم وتبرمجها في ساعات معينة غير الساعات ربما الإدارية، أو ساعات زيادة على الأستاذ والأستاذة والأسرة التعليمية. وهذا ليس فيه مانع بالنسبة لنا، لأننا نعرف أن الأسرة التعليمية دائما هي مع المصلحة العامة، وممكن أن تضحي كثيرا في أمور بطريقة تلقائية وعفوية وبرضا، وكذلك هناك توظيف السبت والحد وما إلى ذلك. ولكن في زمن يتم فيه الاقتطاع تتم فيه برمجة هذه الأمور، وهذا مدعاة للسخرية والتناقض والتقزز إن كان المسؤولين أنهم يسيرون في هذا الاتجاه. ودائما لاحظنا الارتباك والأخطاء والتناقضات والانحرافات والعوجاج والانزلاقات في قرارات المسؤولين. كيديروا قرارات وما كيفكروش فيها، ومن بعد كيتصدموا بقرارات أخرى اللي كتبدو متناقضة، بمعنى وجهة النظر البعيدة ما عندهمش. قبل ما نسترسل في مناقشات هذه التناقضات وهذه المعطيات غير المفهومة على الأقل، غادي ندير واحد جوج الإشارات اللي راجوا في واحد البيان اللي صادر عن واحد الفرع ديال نقابة من الناظور، وواحد المعطيات اللي راجو ناقشها صديق في لايف ديالو السي الحريشي حول جمعية حقوقية معينة، واللي أن تتحرض على استعمال القوة ضد رجال ونساء التعليم. بالنسبة للأول، إذا كان دائما البيان والبلاغ صحيح، لأن كثرة الأمور المفبركة وكثرة الآراء والأفكار والتناقضات هنا وهناك. نعمل يوم السبت صباحا وليس السبت مساء. تنعرف الابتدائي أنهم كيعملوا السبت، وممكن على العموم حنا ما كنشدوش دابا في التفاصيل، باغي نناقشوا التناقض، ليس العمل السبت والهذا، لكن والأحد وزيادة ساعات والعطل البينية ويوليوز. إذن تحية للجميع، أفراد وهيئات وتنسيقيات. فبالنسبة للناظور، إذا كان هذا البيان صحيح، عيب وعار وحشومة أخلاقيا على نقابة، مهما يكون من أمور ومن استهداف حتى النقابة، حتى إلا كان استهداف مباشر أنه تصدر نقابة، لأن هذه نقابة وما تنظيم
والتنظيم يمثل الناس وخصو يتحمل كتير. فما يمكنش. نعم ممكن يتصدر استنكار سلوك، يمكن يصدر تضامن مع عضو ديالها ولا مسؤول وطني ديالها ولا المسؤول الوطني رقم واحد، ولكن ممكن نفي بعض التهم، وممكن مناقشة ومخالفة بعض الناس في الأفكار ديالهم، ولا التحذير والتنبيه من سلوكات سواء ولا أفعال ولا أقوال لفظية أو فعلية غير صحيحة، ولا تتجاوز القانون ولا تتجاوز الحدود ولا تتجاوز اللبقة ولا تتجاوز الأخلاقيات. هذا ممكن يدار، ماشي مشكل، ويدار تضامن، ممكن من حقها دير تضامن مع الكاتب الوطني ديالها ولا المسؤول، ولكن اللي ماشي من حقها بأي طريقة ومهما كان السبب والمبرر. شكرا، الله يكبر بكم، الله يكبر بك أستاذ غزلان كتو، الله يكبر بك. فالمديرية الإقليمية إذن باش نديرو في واحد النقطة 3 أو 4 هذا البيان، أن تنقول إلا كان صحيح مطالبة المديرية الإقليمية بفتح تحقيق حول تحويل مجموعة من قاعات الأساتذة إلى مقرات اجتماع لكيانات غير قانونية. هذا كلام ما خصوش يكون، كلام مردود، كلام غير مقبول، ويصدر من هيئة ومن فرع ديال هيئة. ما عرفتش واش استشروا مع الناس ديالهم وطنيين ولا لا، وديك خصك تنصر خوك بأي طريقة، ماشي بأي طريقة. فخص أنه فتح باش نطالبوا المديرية، عمر ما كانت هيئة تعليمية كتطالب المديرية بفتح تحقيق في أساتذة. وصلوا الاختلافات مع الأساتذة حتى لأقصى درجات، ربما حتى المشدات، وتنسفوا اجتماعات وتجمعات وانتخابات ومؤتمرات، وما عمر تم مثل هذا الكلام هذا. تحويل مجموعة من قاعات الأساتذة إلى مقرات اجتماع بفتح تحقيق، هذه مقرات الأساتذة، وخص تبقى مقرات ديال الأساتذة، وهي مقرات الأساتذة وفيها النقاشات المفتوحة ديال قضايا الأساتذة، وتوصل لهذه النقاشات للحدة ديالها والقمة ديالها. الحرمة ديال المدرسة هي هذه النقاش المفتوح اللي ما كيكونش في الشارع، ما كيدورش في الفضاء العمومي بالكيفية وبالطريقة. بطبيعة الحال يبقى في الحدود، ما غاديش يمكن التخوين، ما يكونش هذا الإدانة، ما يكونش الضرب، ما يكونش العنف، ما يكونش هذا ولكن باش نقولوا أن فتح تحقيق في القاعات الأساتذة نبداو نطلبوا بأن نسدوا القاعات ديال الأساتذة، أو أن نردوا قاعات الأساتذة مجرد مقابر تكمن فيها الأفواه، لأن ما عجبناش ولا الكاتب العام ديالنا حقا أسيء له. وشكون هو هذا الكاتب ديالكم؟ مالك؟ بكل احترام للنقابة، كاتب مناضل غادي ياخذ العصا وغادي يهضروا عليه الناس وغادي وكذا وكذا، يرد عليهم، يرد بما أوتي حتى هو من كلام ومن مضمون ومن خطاب ومن حجج إلى آخره، وانتهى الأمر، أو يسكت ما كاين مشكل ويدير بحال ما كاين حتى حاجة ودوز. لكن باش نوصلوا أننا نديروا عمل نطلبوا القاعات ونقولوا حقا مقرات اجتماع لكيانات غير قانونية، هادو أساتذة ماشي كيانات غير قانونية، أساتذة مختلفين معاك يمكن وتختلف معاهم، ماشي مشكل، وهذاك الفضاء كيجمع الجميع، وهذاك الفضاء رحب ليه الجميع، وخصو يبقى فضاء وقاعة سميتها قاعة الأساتذة. وغير قانونية هاد الصيغة ديال غير قانونية، ولينا التنابز بالكلام وبالصفات وبالهيئات، وهذا كلام راه ديال اللجنة الحكومية والوزارة اللي كتقول التنسيقيات غير قانونية، وديال الحكومة التنسيقية كيف ما كنتفق معها ولا متفقش معها، راه عندها تمثيلية ديال الناس ديالها، ولو يكون 2-3 د الأساتذة راه تمثلوهم، تمثل الأقلية، ما كاين حتى مشكل، ولكن ماشي غير كيانات غير قانونية التنابز. وهذا الكلام استفزازي ما غادي يدير حتى حاجة، وغادي غير يبعد النقابات على القواعد ديالها، وما غاديش يخلي فرصة للمراجعة ديال المواقف.
ما يمكنش اكثر من هذا. انا نطرح سؤال على هذه النقابه، واش بغيتوا هاد الناس يمشيو للسريه؟ نتوما الان تطالبوا بالسريه وكطالبوا النقاش يخرج من خارج المؤسسه والاقسام للفضاء العمومي، وتكون التجمعات في الفضاء العمومي. هذا اشكال كبير. اذا الا النقابه ولات بالشكل كتفرض طرق باش تطالب بالسريه، هذا مشكل كبير، والنقابه كتحرض المديريه. هذه نقطه وخطا جسيم وخطا قاتل من النقابه. النقابه كيان عنده احترامه، خص يعرف كيفاش يحصن الاحترام ديالو بالصبر حتى هو، ويخلي القواعد اللي حتى اللي ما الناس اللي ماشي معاه تعبر على راسها، ويحاول يشوف كيفاش يراجع الامور معها. نقطة ثانية، جمعية حقوقية حسب ما قريت وسمعت أنها تحريض على استعمال القوة ضد رجال ونساء التعليم باسم مصلحة ديال التلاميذ. أولا، كل تحريض على استعمال القوة من أي طرف كان فهو مدان. كل استعمال للعنف فهو مدان بجميع الأدبيات والأخلاقيات والمواثيق، ما خصوش يكون من أي كان. ثم يصدر كيفاش يصدر هذا الكلام من جمعية حقوقية بين قوسين. إذن هذا مشكل كبير. إلا كان صدر من جمعية حقوقية دي كارثة، وهذه سابقة. واش هادشي اللي صدر إلا كان صدر من هذه الجمعية أنه موجود في قانونها الأساسي وفي الأدبيات ديالها، إلا عندها شي أرضية، إلا عندها شي فكر، إلا عندها شي وثيقة فكرية، وفي القانون الأساسي ديالها وفي القانون الداخلي، واش هادشي موجود باش أنها عندها الحق الطالب باستعمال القوة؟ شخصيا مادام جمعية حقوقية، وحتى جمعية ما عمر شي جمعية مجتمع مدني ماشي حتى حقوقية غادي يكون عندها دير في القوانين ديالها وفي الأفكار وفي الأدبيات ديالها استعمال القوة. هذه مسألة شادة. إذن مسألة خطيرة جدا. انقلبات الموازين والمعايير، الناس كتدافع عن الحرية والحقوق وسقطات وماتت وتعتقلات باش ينعم المجتمع بالحرية والحقوق، ويكون الكلام في العلن والنقاش. اليوم جمعية كتطالب العكس. يمكن الجمعية تطالب باستنكار ضياع مصلحة التلاميذ، أو تستنكر ضياع مصلحة بين قوسين ضياع مصلحة التلاميذ. يمكن تستنكر، نقولوا هذاك رأيها وموقفها وقراءتها صحيحة ولا خاطئة قراءتها، ولكن باش توصل تطلب باستعمال القوة جمعية حقوقية بأي معنى للحقوق، فهذه أخلاقيا مسحوب منها بقوة مواثيق حقوق الإنسان والدستور المغربي، مسحوب منها الجمعية، الحق ديال الجمعية والترخيص للجمعية. وممكن لو كانوا الناس المعنيين يمشيو معها للقضاء بالبيان ديالها وبالقانون الأساسي ديالها، وتحبس أكثر من سنوات الرصاص. سنوات الرصاص ما كانوش فيها الجمعيات الحقوقية كيطالبوا باستعمال القوة. كان اختلافات ما بين الأحزاب والهيئات، ما بين اليسار الجذري وما بين الأحزاب وما بين حتى الإسلاميين، وما كانش أنه
المطالبة باستعمال القوة، طالب السلطات العمومية باستعمال القوة، ما عمر كانت، علاش قلنا سابقا. وكتكون يمكن في نقاشات وهضره والمزايدات، ووصلوا الناس حتى بيناتهم للعصا ويتضربوا في الجامعه وغير الجامعه وفي المؤتمرات وفي النقابات الوطنيه. ما عمر انه وصلوا المطالبه الصريحه والفصيحه في البيانات استعمال القوه. شوف مستوى المجتمع المدني ديالنا والجمعيات الحقوقيه فين وصلت، بمعنى الحقوقيه ولات غير كتشير. واحد لا يؤمن بالحقوق، يؤمن غير بالعصا والزروطه، وقال لك جمعيه حقوقيه. اذا ف يمكن إلا لجأوا الناس المتضررين من الأساتذة يعتبروا متضررين بهذا للقضاء ويرفعوا دعوة. هاد الجمعية اللي خرجت هاد البلاغ تعطينا في القانون الأساسي ديالها واش كاينة هاد النقطة خصها ديرها ولا تطالب بها. العكس هو اللي كاين في الجمعية الحقوقية، كتطالب بالسلم والأمن وتنشر الأفكار والأدبيات وتدعي لهذا. ما يمكنش جمعيه حقوقيه تكون عندها هذه النقطه، ومادام عندها هذه النقطه ما عندهاش هذه النقطه، واكيد ما كايناش في القانون. علاش؟ لان ما يمكنش تقبلها السلطات وتعطيها الترخيص بها استعمال، ولو السلطات هي المعنيه، لان ما يمكنش غير مطابق للمواثيق الدوليه والحقوق والدستور المغربي جمعيه طالب استعمال القوه. يمكن الجمعيات تدخل عند السلطات، توسط للسلطات الى اخره، ولكن باستعمال القوه اذا غير مقبول وغير موجوده. ومادام واحد 99% غير موجوده في القانون ديالها، ترفع بها دعوه عند القضاء وتسحب منها الترخيص عند القضاء. والدار كذلك رسائل لوزاره الداخليه في هذا الامر هذا، وكذلك مراسلات جميع الجمعيات الحقوقيه الاخرى. حرام هادشي يدار. نعم كل شيء عنده الغير على التلامذة على المدرسة العمومية وإنقاذ السنة إلى آخره، ولكن ما غاديش نطلبوا بأنه لهذا استعمال القوة نخليو ضحايا. للأسف الشديد أعتذر عن هذا القوس اللي فتحت. نقطة أخرى، حنا العمل ديالنا اللي كنقوموا به، مجموعة الأساتذة دخلوا في هذا الملف، جامعيين دخلوا في هذا الملف ديال رجال ونساء التعليم والأسرة التعليمية. هذه مسؤولية طبيعية موضوعية في مهنة الأستاذ الجامعي، باعتباره بين قوسين بكل تحفظ وبكل تواضع ودون لا أحد يزكي نفسه، أنه مسؤولية ديال هاد النخبة والمثقفين. إلا كانوا نخبة وكانوا مثقفين، ماشي المسؤولية هي التدريس والوظيفة وسير في حالك لداركم أو كتب مقال إلى آخره. حتى هذه مهمة ديال التأطير ديال المجتمع وإيجاد الحلول واقتراح البدائل والوساطة إلى آخره. فالناس خاص تفهمها. كنقدموا كذلك اقتراحات وحلول وبدائل، وهاد الاقتراحات نسبية وما كتلزم حتى حد. اللي بغى يسمع لها ويدير بها مرحبا، واللي ما بغاش راه يسمعها ويخليها دازت مع الريح والواد وماشي حتى مشكل. ولكن ما نحاسبوش صحابها عليها. الناس داروا مبادرة، اللي دار مبادرة وخطأ راه عنده ديك الحسنة، واللي ما خطأش راه عنده 10. إذا فين كاين المشكل باش أننا نبداو ما نعرف شنو، كأن الأساتذة متطفلين وتدخلوا إلى آخره وشي أمور. خلي واحد المساحة نتاع الناس يتبناو قضايا المجتمع وديال الأساتذة. وحنا راه في هيئة، أنا راه في أي وحدة في التعليم العالي راه هو التعليم الآخر، وتمنينا لو كانت المنظومة واحدة وإلى آخره. حنا إلا كانت المدرسة العمومية مدقدقة، حنا في الجامعة غادي نكونوا مدقدقين بكل. للأسف كون هذا نشوفوا ورقة الامتحانات دابا كنتأسفوا عليهم، وتنحلوا القضايا الوطنية والدولية وكنساهموا بشي بركة إلا كانت صحيحة، ونتمناو تكون صحيحة. ولا خطأنا ولا خطأ شي إنسان في شي فكرة ولا في شي اقتراح ما اتفقتيش معاه، عذرونا، ما قلنا لكش التزم به.
حنا كنساهموا فقط، ما كنقرروش، وما عندناش القرارات وما عندناش السلطة ديال هادشي. وما نتوهموش وماشي موهمين، حنا عارفين بأن متواضعين علميا منهجيا، بأنه في الإمكانات اللي عندنا. حنا ما عندنا سلطة، ما عندنا تلفازة، ما عندنا قرار، ما عندنا صلاحيات. دور ديال التأطير والتوعية والمساهمة واقتراحات. إذن ولا تيبقاو الأساتذة هم الأسياد ديال نفسهم، ياخذوا القرارات ديالهم بالشكل اللي بغاو. إلا قبلوا منا هذه المساهمة المتواضعة بأخطائها وبعلاتها، ما كاينش فينا اللي أنه مالك ولا قادر يفهم كل شيء، ونعتذروا. إذن بالنسبة أولا الإضراب حق دستوري، إضراب تتكفلوا المواثيق الدولية. المغرب مازال ما عندوش قانون الإضراب. القوانين بين قوسين اللي كتستعملها الحكومة والوزارة باش تقطع اليوم غير قانونية، وما عندهاش حجية كبيرة أكثر من الدستور في ظل غياب قانون الإضراب. وبالتالي الاقتطاعات مطعون ومشكوك في قانونيتها. ثم حتى ولو نقولوا القوانين أنها صحيحة، فالطريقة اللي تمت بها الاقتطاعات وأكدناها غير سليمة، والمسطرة اللي تمت بها الاقتطاعات غير سليمة. وكون مشاو الأساتذة للقضاء غادي يربحوا ليس بناء على الإضراب حق دستوري أو في المواثيق أو ما كاينش قانون الإضراب. المساطر المطبقة من طرف المدراء خاطئة وغير كاملة، وبالتالي باطلة شكلا. والحكومة تعرف هذا، والقضاء يعرف هذا، والوزارة تعرف هذا، ولكن هي عندها السلطة باش تمارس الاقتطاع. هذا الفرق. والمجتمع ضعيف ومغلوب على أمره. ومازال في مجتمعنا القوى الحية مثل النساء ورجال التعليم في هذا الحراك مازال ما واخدينش واحد الصراع عند القانون، يمشيو للقضاء. فاش تكون قضية بحال هذه نمشيو للقضاء، دولة الحق والقانون، ونمشيو للقضاء يحكم. ما تقوليش القضاء ماشي نزيه، ما تقوليش كذا. كاينه احكام حكمات لصالح الاساتذه، وتاخذ معركه القضاء حتى هي معركه وطنيه، ومعركه حقوقيه، ومعركه ديمقراطيه، ومعركه هي اسمى معركه وانبل معركه، ونوصلوا نختبروا فيها ولو لمجرد الاختبار ديال القضاء ديالنا اش يقول. والساده المحامين موجودين. لا، الساده المحامين موجودين في هذا الاطار. غادي يقول لي فين القضاء، دوله الحق والقانون. شوف، دولة الحق القانون كتشيد بالمجهود الجبار والتضحية الجبارة ودفع الثمن. دولة الحق القانون ما كتجيش عندك تدق عليك، بس انت تمشي تدق عليها وتصبر وتطلب وتوقف وتقول طبقوا معايا القانون، اجي نختبر هذا القانون اللي كتقولوا. الا كنتي جالس في دارك ما غاديش تجي عندك، هزها في قلبك واسكت. إذن حتى باش يتوجه الإنسان للقضاء هذه معركة نضالية حضارية. دق طرق الأبواب باش يولي الأمور مفتوحة. البارحة واحد رفع تقرير بالناس حول المجموعة الناصري وبيوي اشنو كان كيداروا الممتلكات ديالو والتزوير. ها هما اليوم في السجن ومفتوح فيهم هذا. إذن الواحد خصو ما يبقاش شعاراته جالس من زاوي ومن طاوي. والمعركة القانونية خذوها أفضل بكثير وأحسن من أي معركة. وما يسمعوش وما ينفذوش، وغادي يجي واحد الوقت فاش يسمعوا فاش ينفذوا. التدافع هو هذا، يؤخذ ولا يعطى. باغيينها جالس في الدار ومربع يديك وساكت وغي كتحدث وكتكلم وما قادرش توصل تمشي تاخذ الملف وتمشي، وباغي انه غادي يجيو. ما يمكنش. اذا الاقتطاع
الإضراب كتضمنوا المواثيق الدولية، كيضمنوا الدستور، الاقتطاع اليوم مرة أنه للأسف اللي فتى هاد الفتوى نتاع الاقتطاع للرجال ونساء التعليم حتى هو مجرم، لأنه كيتسمى هنا عرف الرجال ونساء التعليم بأن مغلوبين على أمرهم، بأن ما عندهم إلا الراتب ديالهم، بأن الراتب ديالهم هو ضامن حياتهم وحركيتهم وديناميتهم وغادي يأزمهم. ولكن هذه وسيلة للضغط وتجيش النفسية ديالهم ضد الإدارة والحكومة والوزارة وما كتخدمش. إذا من تطرح الاقتطاع في تطبيق باسم تطبيق القانون، تطبيق القانون ما كيعرفوه إلا في اتجاه ما هو سلبي ضد الأستاذ، باش يطبقوا الاتفاقات اللي داروا من 2011 ومن قبل، وباش يطبقوا الاتفاقات 17 و19 و21 وإلى آخره ما كاينش. باش يطبقوا القانون د 2005 اللي كيضمن حقوق المقصيين ما كاينش. باش يطبقوا قوانين أخرى على مجرمين كتار في البلاد وما أكثرهم من البحر والجبل والنهر والسهل وفي كل مكان، هذاك ما كاينش تطبيق القانون. للأسف على رجال ونساء التعليم نطبقوا القانون، حنا مع تطبيق القانون، ولكن القانون الصحيح، القانون الدستوري اللي مع الدستور المغرب منسجم معاه، القانون مع مواثيق الحقوقية، القانون مع الحريات، وعلى جميع القطاعات وفي جميع القضايا وجميع الأشخاص صغير وكبير، وبالكبار باش خص تبدا هما اللي يعطيو الريحة. إذن فالاقتطاع إذا مر من الضغط المستوى الابتزاز، وهذا خطير فاش أن الحكومة والوزارة توصل تبتز الأساتذة بالاقتطاع. تعرف بأن الأساتذة محتاجين وتظلمهم وتوعتهم وتأزمهم في الأجر ديالهم، مادن بالدراري الصغار. راس العام هذا واخا ما متفقينش حنا مع هذا راس العام لأن ديال لهيه، وهذا رأيي الشخصي، حرام وعيب تحيدوا للناس الرزق ديالهم وتوعتوهم وتخليوهم مأزمين باش تسمى الضغط عليه من جانب النقطة ديال الضعف ديالو، بحال شي واحد كيخون ما يقدرش أنه يواجه الإنسان في وجههم نيشان، كيواجهو من ظهره ومن جنبه عبر الاقتطاع. الاقتطاع كيعبر على ضعف الحكومة والوزارة، وكنا أشرنا للفساد العقابي والفساد الانتقامي، وهذا جزء منه ماشي تطبيق القانون. تطبيق القانون كيكون بالمساطير، الدستور كيعطي حق الإضراب، ومادام الدستور أسمى وأعلى هذا خصك تحترمه. وصل الابتزاز نتاع يدخلوا نردوا لهم، يرجعوا للمدرسة نهار الاثنين نردوا الاقتطاعات، ونتاع اللي رجع للمدرسة غادي نردوا ليه الاقتطاعات، المساومة، ونتاع الرجوع للأقسام أولا، المساومة والمقايضة. عمر حكومة، إلا كنتو كتطبقوا القانون غادي تقولوا نحن اقتطعنا وطبقنا القانون وكفى، نقطة رجع للسطر. فاش كتضيف أمور أخرى نتاع يرجع للقسم أو اللي رجع للقسم غادي نرد ليه، هنا وليتي خرجتي من إطار القانون ورجعتي لإطار الابتزاز والمساومة، وهذه لا أخلاقيات الوزارة ولا أخلاقيات الحكومة. خص الحكومة تمارس العمل ديالها حتى ولو تبقى في الإطار الصافي. أنا اقتطعت لأن كان نطبق القانون، وحنا قلنا راك أنت غير قانوني،
ما تدخلش في الابتزاز وفي المساومه. الا دخلتي ليها انت ما كتطبقش القانون، انت كدير السياسه، درتي السياسه بالاقتطاع. وفرق بين القانون وبين السياسه. القانون تنقولوا عندك الحق، السياسه يقدر يكون عندك الحق يقدر ما يكونش عندك الحق، ويختلفوا معك الناس فيه، وفيها الابتزاز وفيها المساومه. وهذا خطير، وهذه جنايه على القانون. باش نبدا ندير بالقانون السياسه وباسم القانون ندير السياسه، هذا تحريف. وكنا في واحد هذا البث مباشر شحال قلنا كيفاش تحريف القوانين واستعمال القوانين بالطريقه غير الصحيحه، وهذا نموذج حي على تحريف القانون وتلبيس القوانين الامور اللي ما تلبسهاش وما فوق طاقتها. ومن بين فاش تيكون الانحراف ديال المسؤولين هو انه باسم القانون يديروا انحرافات، وباسم القانون يدير السياسه. اذا بالاقتطاع وربطوه بالابتزاز وبالرجوع للقسم، الحكومه خرجت من الوزاره خرجت من دائره القانون الى دائره السياسه، وما من حقهاش ذلك. الناس واخا تيهضروا تيعبروا هذا الشيء في الجلسات مع النقابات الى اخره، وما كيفهموش الابعاد ديالو. ثم من رجع الى القسم نعيد له ما اقتطع منه. ونردوا ليه هذا الشيء ديال دابا، ونردوا ليه حتى ديال السنه الماضيه اللي تقتطع لهم حتى في السنه الماضيه. اللي رجع للقسم نردوا ليه ما اقتطع منه في الشهرين الاول والثاني. ثم اكثر من هذا ربط استرجاع مقتطع بالدعم، هو ان الاستاذ اللي شارك في الدعم واللي غادي يشارك في الدعم نردوا ليه داكشي اللي تقتطع منه. اذا الاقتطاع ماشي قانوني، درتيه بنيتيه باش غدا توظفوا في الدعم، وهذا خطأ قانوني وتحريف للقانون. إذا تناقضات كبيرة في الممارسة ديال الوزارة وديال الحكومة في توظيفها للاقتطاع. كذلك نرجعوا للنقطة ديال البيان اللي صدر ديال الوزارة. رغم يمكن الأهداف ديالو البعيدة نقدروا نقولوا مزيانة نبيلة، ما كاين حتى مشكل، هو البيان يتحدث هذاك الخلاصات ديال الحكومة في المستقبل بالنسبة لتدارك السنة: دعم ساعات زيادة في اليوم، دعم كذلك يكون السبت والأحد ممكن، دعم العطل البينية. هاد المعطيات اللي بغى يوصل لهاد المعطيات وهاد الشيء الأساتذة ينخرطوا في هاد المسار، راه خص يكون ينخرطوا برضا ديالهم وخصهم يكونوا مرتاحين، ما ينخرطوش بالسيف عليهم وانت مقتطع عليهم. وإلا بغيتي ينخرطوا ويضحيو ما خصش تكون مقتطع عليهم بهذا الشكل اللي درتي. إذا ارتكبتي خطأ وباغي توظفوا ضد الأساتذة.
فاللي فكر في الاقتطاع وقلناها وفي تدوينها ونشرناها راه ذو حدين، باش فكر باش الناس يدخلوا، ولكن نسى بانه راه كيأثر على النفسيه ديال الاساتذه، وكيأثر على الوضعيه ديال الاساتذه، وكيأثر على الامكانيات ديال الاساتذه. علاش هاد الوزاره ما تكونش حكيمه، ولا الحكومه تكون حكيمه ودير مبادره ديال استرجاع الاقتطاعات الماليه في اطار حسن النيه؟ ماشي مشكل، حنا كنخربقوا وخلينا نخربقوا، وانت ما تخربقش وما تخربقوش نتوما. الا كنا كنهضروا على الاقتطاع والتاثير ديالو على الناس وتوظيف الحكومه ليه كنخربقوا، اذا انت راك منهم وكلامك مفهوم وما كاين حتى مشكل، لان راه قريتها دابا العشرة ديال المرات ولا شنو، ما بغيناش نردوا عليها. ولكن الانسان خاص يكون عنده شويه ديال الذمه وشويه ديال العفه وشويه ديال الكرامه فاش انه يوجه للناس كلام مثل هذا. حنا ما تنخربقوش يا سيدي، حنا تنهضروا في امور صحيحه. الاقتطاع غير قانوني في اضراب مشروع. الاقتطاع ما خصوش يكون وسيله اللي تطبق بطريقه سلبيه وخاطئه وبدون مساطير ومطعون فيه قضائيا. ما خصوش يكون وسيله للابتزاز، وما خصوش يكون وسيله للمساومه من طرف حكومه ومن طرف وزاره. الا كنتي كتفهم شنو هي المؤسسه، شنو هي الحكومه، وشنو هي الوزاره، وشنو هي المسؤوليات ديال الحكومه وديال الوزاره، الا ما كتفهمهمش ما غاديش تفهم هاد الشيء. الناس راه تكوات في 5000 درهم في كل شهر وفي 4000 درهم في كل شهر. الناس راه ما بقات لهاش 1000 درهم باش توكل وليداتها وباش تسير حياتها، راه ما بقات لهاش 400 درهم. الناس راه عندها كريديات وعندها التزامات، وتقدر تكون مهدده تمشي للسجن من طرف المؤسسات البنكيه. الناس راها مريضه، عندها ادويه، الناس راه عندها اسر، امهات واباء مرض وعلال وخصهم الدواء وما لاقين باش يشريو الدواء. خص تفهم واخدين معركه بطوليه باغيين ينجحوها على حقهم، ونجيو نقولوا ان واحد هذا تخربيق. حنا كنهضروا مع حكومتنا بين قوسين باش تكون رشيده، وهذا الشيء ديال الانتقام ما خصوش يكون. هاد الناس راه ما خرجوش انهم كيناضلوا غير هكاك، باعتراف الحكومه والوزارات والنقابات وجميع المسؤولين بان الاساتذه والاسره التعليميه تغبنات لكثر من 40 سنه وعندها حقوق ومطالبها مشروعه. كيفاش فاش تنقولوا مطالبها مشروعه كنجيو نقتطعوا لها، وفاش نقتطعوا لها باش نقولوا لها سير نساوموها رجعي للقسم او ديري الدعم. المسؤول يفكر هاد التفكير خاطئ، وماشي هاد التفكير اللي كيسير الدول، ماشي هاد التفكير اللي كينجح الحكومات. راه القانون حتى هو اللي يكون موجود ماشي غير اجي وطبخ القانون. فاش تبغي تطبخ القانون خصك تشوف مصالح الناس، شحال غادي يتضروا، ولا غادي يعطيك نتائج معكوسه، هو الناس ما غاديش يرجعوا للقسم، واللي كان ناوي ما غاديش ينوي، وغادي يبقى الامور تزيد تأزم. مسؤوليه المسؤول كبيره، ماشي هي مسؤوليه الفرد. اذا باش تكون اصوات كنهضروا على امور حقيقيه ومشروعه. والتضامن، الا كنا نهضروا حنا امه ديال التضامن، حنا جامعيين ولا هذا نتضامنوا مع هذه الفئه، وكنقولوا هادشي ما خاصش من حكومتنا يدار، وصوتنا خص يوصل، ونستنكروا حنا هادشي باش توقف عند حدها. اللي كيخربق هو اللي قال استعمال القوه، هذاك سير قول ليه كتخربق. جمعيه حقوقيه وتقول استعمال القوه، للاسف الشديد. اذا بالنسبه للاقتطاع، راه حول كان برات الحكومه باسم القانون، وهو غير قانوني، وراه حق أريد به باطل،
وراه تحول للابتزاز والمساومة، وراه خرج من إطار القانون إلى إطار أو ما يسمى القانون إلى إطار السياسة. وهذا الخطأ بالنسبة للحكومة، وما خصش الحكومة دير السياسة بأموال الناس وبأرزاق الناس وبعرق الناس وبفلوس الأسر. وحتى هي هذيك الأسر راه عندها كما كتهضر باسم مصلحة التلاميذ، راه عندها كذلك مصلحة الأبناء صغار، خصهم ياكلوا ويشربوا ويتصبطوا ويرعاو ويخرجوا ويفرحوا. وكل مسؤول يحط راسو بلاصة أي واحد منهم. واش هاد المسؤولين ما كيديروش أخطاء؟ راه كلهم أخطاء من راسهم حتى لرجليهم. ولا عددنا لهم غير الأخطاء في هذه الأزمة، هادوك المسؤولين اللي في الوزارة وداروا هذا النظام الأساسي وناض هاد الأزمة ديال 3 شهور وسبب في هاد الشيء، واش اقتطعوا لهم؟ واش حاسبوهم؟ واش وقفوهم؟ واش شنو؟ إلا اقتطعوا الأساتذة خرجوا كيضربوا على مصلحتهم، هادوك المسؤولين اللي داروا هذا النظام اللي خرج الأساتذة اش داروا ليهم في إطار تطبيق القانون؟ وراه كاينه ضوابط نتاع العمل الحكومي والمسؤوليات وشطط في استعمال الصلاحيات وتجاوز الصلاحيات اللي عند هذوك الناس، واخفاء المعلومات على الوزير. راه جا الوزير وقال لك قالوا لي، انا ما عرفتش، انا كيسحابني. اللي قالوا لكم ما عرفتيش وكيسحابك راه خصك تحاسبه وتقتاط عليه حتى هو. اذا للاسف الشديد الاقتطاع زاد. واحد صب الزيت هذا على النار وزاد واحد في السد المستوى الإيجابي جدا ديال التفكير الأساتذة في واحد الروح، بواحد الروح إيجابية، ودار واحد السياج وواحد الجدار على أي شكل من أشكال التفاعل الإيجابي مع الوزارة والحكومة ومع النقابات إلى آخره. ولهذا خص الحكومة والوزارة تراجع نفسها في هذه النقطة، تراجع نفسها في هذه النقطة ودير واحد البادرة حسنة في إطار حسن النية اللي قال السيد رئيس الحكومة، وبدون شروط وبدون قيد وبدون ابتزاز وبدون مساومة وبكل حكمة، ويردوا الناس مقتطعة منهم. وهذه أولويات الأولويات في هذه الظروف الصعبة ديال الغلاء. واش شفتوا المعيشة زينة غادي تزيدوا تقتطعوا للناس؟ راه كيلو د بطاطا اليوم اللي هي أساسية ولا البصلة ب10 دراهم وكتر ومطيشة ب15 درهم. واش ما كتفكروش؟ حيت نتوما ما كتخرجوش تسوقوا، ما كتجيكمش، كلشي كيجيكم فابور، حتى الفيلات والديور. من الفطور ديال الصباح كيجيكم بالخناشي بالسيارات مشرجي كتحطوا فيه السنتيم، حتى الغدا وحتى العشاء وحتى الحفلات والتال والتال والتال. وهادشي كنعرفوه، راه كنعرفوه من دوك لي مول الكبار كلهم. والهذا ديال اشنو كيخرج منه كل صباح، ومن المخبزات الكبار ولي باتيسري الكبار شنو كيخرج كل صباح وفين كيمشي وعند من كيمشي من المسؤولين مجانا حتى تيدخل لباب الدار. معلوم ما غاديش تفكروا في الاساتذه اللي هو لما دارش يديه في جيبو في البرد والشتاء ما تجيش الباريزيانه وما تجيش هذاك الكيلو. الفرق كبير. يقول لي لا هادشي ما كاينش. كنعرفوا اصدقاء وقرا معايا صديق وقرا في فرنسا وجا مدير ديال متجر كبير في الدار البيضاء، وكيحكي لي شنو كيخرج كيمشي كل صباح للمسؤولين. ما كنهضرش من فراغ. وكان مسؤول
في مؤسسة ديال بيع السيارات من بعد كبيرة في شارع لالا الياقوت في الدار البيضاء، باش انا ندير الإحالة، ومعروف. وعندي صديق كذلك بباتيسري وقهوة قداش، ومعروف الناس مسؤولين شنو كيمشي ليهم مجانا. بعض الإخوان كيطلبوا مني تفسير بعض المواد وبعض النقاط وبعض الأمور، غادي نجمعها هاد الأمور المتفرقة غادي نجمعها كلها، ندونها، وغادي نشرحها في واحد البث مباشر إن شاء الله في القريب. أعتذر وشكرا لكم، إلى لايف مقبل إن شاء الله.